لماذا رأس الإمام العباس عليه السلام لم يرفع مع بقية الرؤوس على الرمح؟ لم نسمع بهذه الرواية لا من خطيب ولا من باحث ولا من مؤرخ. إنها قصة مذهلة وتستحق الاهتمام. هل كان رأس العباس عليه السلام مع الرؤوس التي حملت إلى الشام؟ من أروع قصص الطفة. يذكر أنه لما أدخلت الرؤوس على يزيد بن معاوية كان رأس الحسين عليه السلام في أولها وقد وضع في طست أمامه، ثم أخذ يتخطى بقية الرؤوس متفحصا وهي مرفوعة على الرماح، وأخذ يسألهم عن أصحابها فيجيبونه هذا فلان وهذا فلان. وبينما هو كذلك إذ لفت انتباهه رأس مهيب موضوع في سلة معلقة في عنق جواد، وكانت هذه عادة العرب في ذلك الوقت لحمل رأس القتيل الذي لم يهزمه أحد في المعارك، حيث يعلق في عنق الجواد فخرا بقتله. فتسمرت قدماه أمام ذلك الرأس منبهرا ومتعجبا، فقد كان يشع بالنور والجمال رغم